مفاجأة حول احتساب إعانة حساب المواطن ضمن دخل المستفيد من الضمان. أما بالنسبة للمستفيدين من إعانة حساب المواطن من برنامج آخر مثل حافز أو ساند، فإنه يجب الإفصاح عنه وتحديد نوع الدخل، وسيتم احتسابه كدخل، ويعيد برنامج حساب المواطن منفصل تماما عن الضمان الاجتماعي ولا يتؤثر عليه. فما تم صرف دعم حساب المواطن للمستحقين خلال شهر أغسطس الجاري، وذلك بالدعم الإضافي وفقا لتوجيهات خادم الحرمين. شروط دعم حساب المواطن: يجب أن يكون المتقدم مواطن سعودي ومقيم في المملكة، ويجب أن يكون المتقدم مستقلا في سكن خاص سواء كان ذكر أو أنثى، وأن يكون المتقدم يعول تابعين سواء كانوا أقاربه من الدرجة الأولى أو تابعين معالين قانونيا، ويجب أن يكون المتقدم حاملا لبطاقة تنقل يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام، ويجب تقديم الهوية الوطنية وكارت العائلة، وتقديم كافة المعلومات عن العمل ومعلومات عن الراتب وكافة المعلومات الداخلية، والإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد، ورقم الحساب البنكي. ويجب أن يكون الحساب نشط، وبطاقة الأحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي والقطاع، ومن الضرورة ألا يتجاوز راتب المتقدم 20,000 ريال.